عايز تتحكم في جهازك من على بعد، فانا هوريك افضل طريقة تقدر تنزل بيها برنامج مجاني 100% ويخليك تقدر تتحكم من على جهازك من على بعد. البرنامج خفيف جدا، 8 ميجا بايت تقريبا. فيلا بينا، اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. اول حاجة هتروح على جوجل وتكتب اني ديسك. بعد ما تكتب اني ديسك على جوجل هتلاقي اختار اول اختيار، وده موقع البرنامج. تك على كلمة داونلود اللي فوق. الموقع معرفش باللغة دي ليه، بس هو الكتابة ديت وحشة قوي. وهتتك على داونلود. بعد ما تتك على داونلود اللي فوق هتظهر لك الصفحة ديت، تختار حسب ما انت عايز تنزله على انهو سوفت وير. انا هنزله على الويندوز. هتك داونلود ناو. لو انت عايز تنزل عقبال ما يعمل داونلود، لو انت عايز تنزله على الموبايل فانت تدخل على جوجل بلاي وتكتب اني ديسك اللي هي الكلمه دي اهوت. هو اهو بينزل. وبعد ما ينزل هينزل اي اكس اي. تمام. بعد ما تسطبه هيبقى منظره عامل كده. هتفتح الابليكيشن. وبعد ما تفتحه تبقى دي واجهه البرنامج بتاعنا. طيب ازاي ابدا اتحكم في اي جهاز؟ بص. انت مثلا عايز تتحكم في الجهاز ده، فانت هتاخد الرقم ده وتكتبه هنا. ما ينفعش انت تدخل على اي جهاز غير لما تاخد الصلاحية. تمام. فانت هتتك على روح. فانا انا فعلا وصلت. بص بقى، الجهاز التاني اللي انت عايز تتحكم فيه بيظهر له القائمة دي، لازم يعمل اكسبت. مجرد ما يعمل اكسبت هيبدأ يتحكم في الجهاز. احنا نعمل اكسبت اوريك على جهازي، يعني انا على الجهاز واتحكم في جهازي. لا، انا بوريك تجربة عملية بس. انت من جهاز تاني هتقدر تاخد الرقم دوت وتضيفه هنا وتقدر تتحكم في الجهاز. تك اكسبت. على فكرة بقى، تقدر بعد كده انك تعمل زي باسورد من الاعدادات بتاعت الاني ديسك، تخليه يخش من غير ما تعمل اكسبت. فانا هعمل اكسبت اوريك. بص اهوت بدأت اتحكم في الجهاز بتاعي. الجهاز بتاعي هو بالفعل. فبالطريقة دي هتقدر تتحكم في اي جهاز، على فكرة اي موبايل. اي جهاز انت عايز تتحكم فيه هتقدر تتحكم فيه ببرنامج انيديسك. وتقدر تتحكم في اكتر من جهاز في وقت واحد. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى انك تعمل لايك وسبسكرايب، واتمنى انك تكون استفدت. واحب اختم الفيديو دلوقتي بكلمة لا اله الا الله.